رجعت لكم تاني. أنا الشيخ داود، معالج بالقرآن الكريم والرقية الشرعية. بقالي في الشغل ده أكتر من 30 سنة. 30 سنة شفت فيهم حاجات كتير. شفت ناس اتأذت من العين، وناس اتأذت من الحسد، وناس اتأذت من المس. بس في حالات بتفضل في دماغي، مش علشان كانت الأصعب ولا كانت الأطول، بس عشان كان فيها دروس لو الناس عرفتها كانت خافت من حاجات كتير. القصة دي حصلت من سنين، بس لسه قريبة مني زي ما هي محفورة في دماغي. قصة بنت اسمها فريدة، بنت عندها 27 سنة، متجوزة من 3 سنين، وحياتها كانت كويسة لحد ما جه اليوم اللي تغير فيه كل حاجة. اسمعوا كويس، لأن القصة دي ممكن تحصل لأي حد. وأهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كاستراما. النهاردة الشيخ داود هيحكي لنا حالة من أصعب الحالات اللي واجهها في حياته. يا ريت لو عجبتكم القصة لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يا ريت تكتبوا لنا كومنت برأيكم في القصة، ويلا بينا نبدأ القصة. القصة بدأت في يوم من أيام الشتاء. كنت قاعد في أوضة الاستقبال بتاعتي بعد صلاة العصر. الأوضة دي ما كانتش كبيرة، فيها كرسيين وترابيزة صغيرة، وعلى الحيطة مكتوب آية الكرسي بخط كبير. كنت بقرا في كتاب لما دخل علي راجل في 40، شكله محترم، لابس جلابية بيضة وعينه كان فيها قلق حقيقي. سلم عليا، رديت عليه السلام وقال لي شيخ داود. قلت له أيوه. قال لي أنا محتاج لك. قلت له اقعد واحكي لي. الراجل قعد وبدأ يحكي. اسمه عمر، متجوز من 10 سنين، عنده بنت اسمها فريدة عندها 26 سنة، ومتجوزة من 3 سنين من راجل اسمه سامح. قال لي بنتي بدأت تتصرف بشكل غريب من شهرين. قلت له غريب ازاي؟ قال لي بتصحى بالليل وبتصرخ وبتقول انها شايفة حاجات، وبتتكلم احيانا بصوت مش صوتها. بصيت فيه، ده مش كلام عادي. قلت له رحت للدكتور؟ قال لي الدكتور قال لنا انها بخير جسديا، وانها عملت كل التحاليل اللازمة ومفيش اي حاجة في جسمها، وانها ممكن تكون عندها ضغط نفسي، وكتب لها حبوب. قلت له والحبوب؟ قال لي اتحسنت شوية بس بعدين رجعت للأسوأ. قلت له في حد في العيلة عنده مشاكل مع حد تاني؟ الراجل فضل يلف بعينه زي ما يكون بيدور على حاجة في دماغه مش في الأوضة، وقال لي بصوت واطي قلت له مين؟ قال لي جوزها. قلت له طب ممكن تحكي لي عن جوزها؟ سامح جوز فريدة راجل شغال في شركة، عيلته من محافظة تانية. الجواز كان بدأ كويس، بس بعد سنة بدأت المشاكل، والمشاكل ما كانتش زي المشاكل العادية اللي بين الاتنين المتجوزين. سامح كان بيتأخر في البيت، وكان بيشتغل مع ست اسمها نادية، وأنا حسيت إن في حاجة غلط. أنا واجهته بس هو أنكر، وأنا حسيت بده. قلت له طب وفريدة؟ قال لي أنا ما عرفتش فريدة، أنا ما قلتلهاش علشان ما أخربش بيتها. قلت له طب وبعدين؟ قال لي وبعدين من شهرين فريدة بدأت تتغير. بصيت فيه وقلت لنفسي توقيت مش صدفة. قلت له محتاج أشوف فريدة. قال لي إمتى؟ قلت له بكرة بعد صلاة الفجر. وتاني يوم بعد صلاة الفجر دخلت فريدة مع أبوها، بنت عندها 26 سنة، شعرها مربوط، وشها شاحب، وعينيها تحتيها هالات سودة من قلة النوم. بس لما بصيت في عيونها حسيت بحاجة مش طبيعية. سلمت عليها بصوت واطي وردت السلام، وقلت لها اقعدي يا بنتي. بدأت أتكلم معاها بهدوء، سألتها عن نومها وعن أكلها وعن حياتها اليومية. كانت بترد بصوت عادي في الأول، بس بعد شوية لاحظت حاجة. لما في نص الكلام ذكرت اسم الله، فريدة اتحركت على الكرسي، حركة صغيرة بس أنا شفتها. قلت بصوت عادي بسم الله الرحمن الرحيم. فريدة ما كانتش على بعضها، وبدأت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فريدة بصت فيا، وفي عيونها حاجة اتغيرت كأنها بتتحول. قلت لأبوها بهدوء ممكن تستنى برا شوية، وعمر قام ومشي، وأنا وفريدة لوحدنا. بدأت أقرأ عليها بهدوء سورة الفاتحة. فريدة اتحركت بس فضلت ساكتة،
كملت: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهنا فريدة رفعت راسها وبصت فيا بعيون مختلفة خالص، وقالت بصوت من صوتها: مش هتقدر. وقفت وقلت بهدوء وثقة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فريدة بدأت تتكلم بصوت تاني، كان صوت تحدي، صوت أجش من صوتها خالص. قالت: انت مش هتعرف تطردني. قلت: الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ردت وقالت: أنا هنا من زمان. قلت: من إمتى؟ قالت: من لما البنت دي اتجوزت. بصيت فيها وقلت بهدوء: مين بعتك؟ قلت تاني: مين بعتك؟ قلت: مقدرش. بدأت قراية وقلت: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فريدة اتلوت وقالت بصوت فيه ألم: في ورقة. قلت لها: فين؟ قالت: تحت العتبة. طلبت من عمر يروح البيت ويشيل التراب اللي تحت عتبة باب الشقة. عمر راح وبعد ساعة رجع، في ايده كيس صغير، فتحته قدامي، جواه ورقة مطوية وعليها كلام مش مفهوم، وشعر وقطعة قماش صغيرة. سحر اتعمل وحد حطه تحت عتبة البيت عشان كل ما فريدة تدوس عليه تتأثر. قلت لعمر: مين ممكن يعمل كده؟ عمر بصلي وبص في الأرض وقال لي: ممكن واحدة. قلت له: واحدة؟ مين؟ قال لي بصوت واطي: اسمها نادية. نادية دي كانت الست اللي سامح جوز فريدة بيشتغل معاها. عمر حكالي ان نادية كانت عايزة سامح لنفسها، وانها لما عرفت ان سامح متجوز وعنده بيت مستقر قررت تعمل حاجة. راحت على واحدة مش راقية ولا معالجة. الواحدة دي كانت ساحرة مشعوذة، دفعت فلوس كتير وطلبت منها تخرب بيت فريدة وتشغل سامح عن مراته. الساحرة دي عملت السحر ده وقالت لها تحطه تحت عتبة البيت، ونادية طريقة ما وصلت وحطت الكيس. قلت لعمر: انت عارف كل ده امتى؟ امبارح لما واحد من قرايب نادية حس بذنب وكلمني. سكت وقلت: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أخدت الكيس وعملت فيه اللي لازم يتعمل. بدأت أقرأ عليه: أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه فإذا هي تلقف ما يؤفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وبعدين حرقت الكيس. فريدة جت عندي 7 جلسات، كل جلسة كنت بقرأ عليها، وكل جلسة كان بيحصل فيها حاجة غريبة. في الجلسة التانية الصوت اتكلم تاني، قال لي: أنا مش لوحدي. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكملت، ما ادتش للصوت ده أي اعتبار. وفي الجلسة التالتة فريدة عيطت بشكل مش طبيعي وقالت بصوتها الحقيقي: شيخ أنا خايفة. قلت لها: ما تخافيش، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، انت في حماية ربنا. في الجلسة الرابعة الصوت التاني ضعف وبدأ يتكلم بصوت فيه إرهاق. قال لي: أنا تعبت. قلت له: فاخرج إنك من الصاغرين. وفي الجلسة الخامسة فريدة نامت في الجلسة وصحيت وهي بتبتسم وقالت: أنا حاسة إن في حمل بينزاح من على قلبي. في الجلسة السادسة الصوت التاني مجاش وفريدة كانت أحسن بكتير. وفي الجلسة السابعة والأخيرة فريدة جت وشها فيه نور وعيونها رجعت زي الأول. قلت لها: قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قلت لها: الحمد لله على سلامتك. بعد ما فريدة تعافت الأمور اتكشفت أكتر. سامح لما عرف بالموضوع كله وعرف إن نادية هي اللي عملت السحر انهار، وطلب من فريدة إنها تسامحه وقطع علاقته بنادية خالص. فريدة وقفت قدام قرار صعب: تسامح ولا لأ؟ جت عندي وسألتني. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. القرار قرارك، بس السماح مش ضعف، السماح قوة. فريدة سكتت فترة طويلة وبعدين قالت: هسامح بس مش هنسى. وفريدة اتعافت وسامح رجع لبيته. كده
القصة خلصت، بس في الشغل ده اتعلمت إن الأمور مش دايما بتخلص بسرعة. بعد أسبوعين من آخر جلسة عمر اتصل بيا. صوته كان مختلف، ومش خايف ومش قلقان، بس في حاجة زي الحيرة. قال لي شيخ داوود محتاجك. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي مش فريدة المرة دي. قلت له مين؟ قال لي أنا. قلت له ايه اللي بيحصل لك؟ قال لي بصوت واطي من أسبوع بقيت بحلم بحاجات مرعبة، وبصحى الليل وأنا مش عارف أتنفس، وبحس إن في حاجة في البيت. قلت له تعالى لي بكرة بعد الفجر. عمر جه بعد الفجر. لما شفته حسيت إنه متغير، وشه أصفر وعيونه حمرة من قلة النوم، وعنده هالات سودة تحت عينه، وإيده كانت بترتجف شوية. قعد قدامي وأنا بصيت فيه. قلت له احكي لي كل حاجة من الأول. قال لي من أسبوع بالظبط صحيت الساعة 3 الفجر، وحسيت بتقل على صدري، زي ما في حاجة قعد عليا، زي وضعية الجسوم. قلت له وعملت ايه؟ قريت آية الكرسي والتقل راح شوية، بس الأحلام فضلت. قلت له الأحلام كانت ايه بالظبط؟ عمر بدأ يحكي. قال لي بحلم إني بمشي في أرض واسعة ومضلمة ومش شايف أي حاجة، وبعدين بلاقي نفسي قدام بيت قديم، وجوه البيت في صوت بيناديني باسمي. قلت له ودخلت؟ قال لي في الحلم دخلت، وجوه البيت بلاقي ست قاعدة، وشها مش واضح، بتقول أنا عارفة أنت ليه جيت. وبعدين سكت عمر. قلت له وبعدين؟ قال لي وبعدين بصحى مش عارف أكمل الحلم. بصيت فيه، قلت له الحلم ده مش حلم عادي، في حد من أهلك مات من فترة قريبة. عمر فكر وقال لي أمي ماتت من 2 تقريبا. قلت له علاقتك بيها كانت إزاي؟ قال لي كويسة بس. قلت له بس إيه؟ قال لي بصوت فيه ألم، بس أنا كنت مسافر لما ماتت وما رجعتش أشيع جنازتها. سكت وقريت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قلت له الأحلام دي مش بالضرورة لها علاقة بأمك، الشيطان بيستغل أحزاننا ومخاوفنا. وبدأت أقرأ على عمر. قريت الفاتحة وآية الكرسي وسورة البقرة من أولها. عمر كان قاعد وعيونه مغمضة، وفي النص إيده اللي كانت على ركبته انقبضت. لاحظت وكملت قراية. قريت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا عمر اتحرك من على الكرسي وقال لي بصوت مش صوته خالص انت ثاني؟ وقفت. في حاجة في عمر كمان. قلت بثبات أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. عمر اتلوى شوية، وبعدين فتح عيونه وبصلي بعيون مش عيونه خالص، وقال لي انت فاكر انك خلصت؟ قلت له مين انت؟ قال لي انا اللي بعتوني مع البنت، وفي تاني كتير. قلت له تاني؟ قال لي في البيت. بعد الجلسة قلت لعمر إننا لازم نروح البيت، بيت فريدة وسامح. عمر وافق ورحنا مع بعض. الشقة كانت في عمارة عادية دور تاني. دخلنا وفريدة كانت جوه وسامح كان في الشغل. فريدة رحبت بينا، بس لما شافت وش أبوها قالت بابا في ايه؟ رديت عليها وقلت لها مفيش يا بنتي، بس محتاجين بس نشوف الشقة. بدأت أمشي في الشقة ببطء. الصالة كانت عادية، وأوضة النوم عادية، والمطبخ كان عادي، لحد ما وصلت لأوضة صغيرة في آخر الشقة. أوضة مش بيستخدموها، فيها حاجات قديمة ومكنسة وهدوم، حاجة زي المخزن. لما دخلت الأوضة دي حسيت حاجة مش طبيعية، برودة فجأة في الجو. بدأت أقرأ في سري قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وفي ركن الأوضة لقيت كومة من الهدوم، وكان فيها علبة صغيرة، علبة معدن مقفولة وعليها كتابة مش عربي. أخدتها وخرجت. رجعت لمكتبي وفتحت العلبة بحرص. جواها ورقة مكتوب عليها اسم فريدة واسم سامح وصورة قديمة لفريدة وخيط أسود معقود فيه 7 عقد وتراب. ده سحر تاني ومختلف خالص عن الأول. اتصلت بعمر قلت له في عمل تاني في البيت كان في الأوضة الصغيرة. قال لي معناه ايه ده؟
قلت له معناه ان نادية عملت اكتر من عمل واحنا شلنا الاول بس. قال لي يعني فريدة لسه في خطر؟ قلت له لا، لان الحمد لله العلاج بالقرآن مش بيشتغل على عمل واحد بس، القرآن شفاء لكل شيء، بس محتاجين نكمل. عمر قرر يروح على نادية تاني. انا اللي قلت له روح، بس مش علشان تعاقبها، روح عشان تعرف في حاجات تانية ولا لا. عمر راح ورجع بعد ساعتين. نادية لما شافت عمر انهارت وبكت وقالت ان في حاجة تالتة. قالت انها راحت على السحرة مرتين، المرة الاولى عملت السحر اللي اتحط تحت العتبة، والمرة التانية طلبت منها عمل اقوى، والساحرة قالت لها انها تحط العلبة دي في مكان مظلم في البيت محدش بيوصل له. وفي المرتين الساحرة قالت لها جملة واحدة: اللي بتعمليه ده هيرجع عليك. نادية ما سمعتش. سألت عمر عن السحرة دي، قالت إنها ست كبيرة في السن ساكنة في حتة بعيدة والناس بتيجي عليها من كل مكان. قلت له أنا ماليش دعوة بالسحرة دي، ده شغل الجهات المختصة، أنا شغلي العلاج. وبدأت جلسة جديدة مع عمر وفريدة تاني. الجلسات دي كانت أطول وأصعب من الأول، لأن العمل التاني كان أقوى وكان بيستهدف مش بس فريدة، كان بيستهدف البيت كله. في جلسة عمر الأولى الصوت ظهر تاني وقال لي أنا مش زي اللي كان مع البنت. قلت له وأنا مش زي أي حد قابلته. وقرأت وما كيد الساحرين حيث أتوا ولا يفلح الساحرون، والصوت سكت. وفضلنا في جلسات متواصلة ولحد ما وصلنا للجلسة الخامسة مع عمر. حصل حاجة مش متوقعة. عمر في نص الجلسة قام فجأة وقف وبص فيا بعيون مش عيونه وقال لي بصوت عالي: أنت مش هتقدر تطردني، أنا هنا بأمر. قلت له بأمر من مين؟ قال لي بأمر اللي بعتني. قلت له اللي بعتك مش هيقدر يحميك من كلام ربنا. وبدأت أقرأ بصوت عالي: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عمر بدأ يرجع لورا بظهره لحد ما خبط في الحيطة ووقع على الأرض. أنا فضلت واقف وفضلت بقرأ. قرأت سورة الصفات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. عمر على الأرض بدأ يتلوى وبعدين صرخ صرخة واحدة وبعدين سكت. وبعد دقيقة رفع راسه وبص لي بعيونه، هو عيونه الحقيقية، وقال لي بصوته: شيخ أنا تعبت. قلت له الحمد لله الذي عافاك. بعد جلسات كتير الأمور اتحسنت بشكل كبير مع فريدة ومع عمر. فريدة رجعت حياتها الطبيعية وعمر رجع لنومه ورجعت راحته. سامح من ناحيته قرر يسافر شوية بعيد عن الضغوط وبعدين رجع وبدأ يبني علاقته مع فريدة من تاني. الحياة ما بترجعش زي ما كانت بعد حاجات زي دي، بس بنكمل. وفي يوم فريدة جات عندي بدون أبوها لوحدها وجابت معاها هدية صغيرة وقالت لي: شيخ داود أنا مش جاي أشكرك، أنا جاي أقولك إن ربنا شكرك لأن هو اللي شفاني وإنت كنت الوسيلة. سكت وحسيت بحاجة جوايا، قلت لها: وإذا مرضت فهو يشفين. قلت لها ربنا هو الشافي، أنا بس خادم كتابه. بعد كده بشهرين وصلني خبر الساحرة اللي عملت السحر لنادية اتقبض عليها، مش بسبب قضية فريدة، بسبب ناس تانية كتير. وفي التحقيق اتكشف انها بتشتغل من سنين كتير وان في حالات كتير اتأذت بسببها. اللي لفت نظري ان الساحرة نفسها في التحقيق قالت: انا عارفة ان اللي انا بعمله حرام بس كنت محتاجة فلوس. وأنا بسمع الخبر قريت وقلت: قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بعد ما القضية خلصت كلها قعدت في أوضتي وفكرت، القضية دي في ناس كتير اتأذوا فيها، فريدة وعمر وحتى سامح، بس في حاجات لفتت نظري في كل ده. الباب اللي خلى الساحر يدخل كان باب الغيرة. نادية كانت غيورة، وبدل ما تصبر وتدعي ربنا
راحت على الشيطان، والشيطان ما بيديش حاجة من غير ما ياخد. نادية لما الكلام اتكشف ناس كتير عرفوا وحياتها اتأثرت، بس اللي لفت نظري إن نادية نفسها بعد شهرين جت عندي، دخلت وهي بتعيط وقالت شيخ أنا غلطت وبقت بتحصل لي حاجات. قلت لها إيه اللي بيحصل لك؟ قالت لي بقيت مش بنام وبحس إن في حاجة ماشية ورايا على طول. بصيت فيها السحر يرجع على صاحبه. قلت لها انت عارفة انك غلطتي؟ قالت اه. قلت لها ومستعدة تتوبي لله؟ قالت اه. قرأت عليها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعالجتها لأن شغلي مش بس أعالج الضحايا، شغلي كمان أساعد كل من يطلب العون مني. فريدة وسامح لسه متجوزين لحد النهاردة. مش قلت إن حياتهم بقت مثالية، بس بقت أحسن. والدرس الكبير في القصة دي إن السحر حقيقي وربنا قال لنا ده في كتابه الكريم، بس اللي لازم تعرفوه إن السحر مهما كان قوي كلام ربنا أقوى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني الساحر مش يقدر يأذيك من غير إذن ربنا. ولو اتقيت الله وحافظت على صلاتك وأذكارك بإذن الله مش هيوصل لك أي أذى. وصيتي لكل اللي بيسمعني حافظ على صلاة الفجر، واقرأ آية الكرسي قبل النوم، واقرأ المعوذتين صبح وبالليل. ده حصن ما يقدرش يخترقه ساحر. أنا الشيخ داود، ربنا يحفظكم ويحفظ بيوتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.